تقر وتعترف انك حصلت على توقيع عدد من نجوم الزمالك ابرزهم شيكابالا؟ لا لا يعني ايه؟ لا ما اعترف طبعا. حصلت ازاي؟ ايه حصلت ازاي؟ هو شيكابالا اللي طلب منك؟ لما كان في اليونان جالي حد قال لي شيكابالا عايز يرجع مصر وعايز نفسه يجرب في النادي الاهلي، وتواصل معايا مره واثنين وثلاثه وبعدين انهينا كل الاجراءات وراح النادي الاهلي قابل مستر مانو جوسيه وقابل حسام البدري، بس الكابتن قال ما ينزلش الملعب غير لما توصل صالح كابتن حسن حمدي الا لما توصل الشهاده الدوليه. قلت له يا كابتن شيكابالا مغترب ومالوش مكان يبات فيه الا مدرجات الزمالك. ازاي يعني ايه الضغط اللي محطوط فيه ده؟ هو بيجي اجازه يقدر يستحمل، انما لو سيبناه اكتر من كده لازم يخش ويتدفى بتشجيع جماهيره. قال لي لا يا عدلي، وكان عنده بعد نظر لان في خلال اليومين ثلاثه بعد ما جبت موافقه النادي باوك واتفقنا على 600,000 يورو رئيس النادي اتشال وجه مجلس جديد ابتدى يتفاوض من جديد، وشيكابالا نفسه رفع قضيه على النادي الجديد عشان يفعل عقده مع النادي الاهلي. وكان لما كلمنا الاتحاد الدولي كان اللي ماسكه الملف واحده سيده قالت هنحكم يوم الاثنين. يوم السبت حد راح سافر وقال له انا خلصت لك كل حاجه بس لصالح الزمالك، ولو قلت الزمالك وسحبت الشكوى اللي مقدمها في الزمالك هتبقى الصبح في الزمالك. فهو عمل كده عشان يلعب، راح الزمالك اكتشف انه ما جابلوش الاستغنى وانه لعب شهاده مؤقته وتوقف بسببها.